السلام عليكم. اسعار العيش يا جماعه بقت رهيبه في السماء بجد، بقت غاليه جدا ويا ريت الرغيف عدل، يعني دي حاجه كده لقمه. تعالوا النهارده نعمل الكميه المهوله دي بكيلو دقيق واحد. اول حاجه زي ما انتم شايفين جبت كيلو دقيق وشلت منه شويه كده على جنب. والدقيق هنا يا جماعة نوع مهم جدا، لازم يكون دقيق لجميع الاستخدامات أو دقيق المخبوزات. المهم يعني يكون مادة الجلوتين دي فيه عالية قوي، علشان لما نيجي نعمله بعد كده عجينة يبقى لها عرق كده قوي. بعد كده بقى احط عليه نص معلقه ملح، ولازم اقلب الملح كويس قوي مع الدقيق قبل ما احط. بعد كده بقى دور الخميره، لو انتم متاكدين ان الخميره الفوريه بتاعتكم شغاله وزي الفل اشتغلوا بيها على طول. لو مش متاكدين لازم تعملوا لها تيست الخميره. انا هنا حطيت معلقه خميره كبيره ومعلقه سكر وقلبت كويس. وهنا بقى لو انتوا عايزين تحطوا زيت بس مفيش مشكله، لو عايزين تحطوا زيت وحته قشطه كده زي ما انا ما هعمل دلوقتي اعملوا زي كده، والعيش بتاعكم هيطلع طعمه تحفه. انا هنا حطيت معلقتين زيت وقطعه قشطه كده، واللي مش عارف ايه هي القشطه دي، الوش اللي بيبقى على الحليب كده او اللبن لما بنغليه ونسيبه فتره. وهنا يا جماعه اللي انا بعمله ده يعني ببس الدقيق مع الماده الدهنيه، بغلف كده كل حبيباته زي امي كده الله يرحمها ما كانت دايما بتعمل، ودي بقى بتفرق جامد قوي في طعم العيش. المهم بعد كده هحط كوبايه ونص ميه فتره عاديه خالص من الحنفيه، بس شويه بشويه. وليه ما بحطهاش كلها مره واحده الميه؟ علشان الدقيق بيختلف نوعه عن النوع التاني، يعني ممكن دقيق يمتص السوائل بسرعه او اكتر ونوع تاني لا. فيعني بحط شويه بشويه، ومع ذلك برضو الميه زادت مني. طبعا انا كنت شايله شويه دقيق على جنب كده، فقعدت احط بقى لحد ما العجينه ظبطت معايا. يعني كيلو الدقيق اخد كوبايه ونص من الميه مع بقى حته القشطه والزيت والحاجات التانيه. وهنفضل نعجن يا جماعة مش أقل من 10-12 دقيقة لحد ما تعمل كده عرق قوي. بعد كده أحطها بقى في بولة وأغطيها وأسيبها تخمر حوالي ساعة. الله، شايفين العجينة خمرانة وزي الفل ازاي؟ بجد تحفة. وايه بقى مطاطية كده وناعمة وتجنن. المهم بعد كده بقى هفضي منها الهواء زي ما شفتوا واقطعها الكور، احاول على قد ما اقدر ان هي تبقى متساوية من غير ميزان ولا وجع دماغ. المهم ان انا كل قطعة عجينة اخدها لازم اكورها كده على الرخامة علشان تبقى متساوية، وبعدين كل قطعة احطها لازم اغطيها علشان الوش بتاعها ما يعملش كده قشرة، وبعد كده ما نيجي نفردها تتعبنا. خلصت الكمية كلها زي ما انتم شايفين، وهمسك بقى اول كورة عجين انا كورتها عشان دي اكتر كورة ارتاحت وابدا افردها، وارصهم بقى جنب بعض على صينيه، بس اهم حاجه من تحتيهم فوطه ومن فوقيهم فوطه، وهقول لكم بعد كده فايده الفوط دي ايه. بعد كده بقى هاخد تاني كوره ارتاحت، عايزه اوريكم بس السمك بتاعها. شايفين سمك الرغيف؟ واحطهم بقى كده بالظبط على الصينيه، وتحتيهم فوطه وفوقيهم فوطه، واسيبهم يخمروا، وده مهم جدا نص ساعه كمان لحد ما يبقى شكل الرغيف بالمنظر ده. شايفين قد ايه سميك؟ بعد كده بقى جبت جريل وعلى نار فوق المتوسطة هبدأ بقى اسويهم. هقول لكم بقى هنسويهم ازاي، بس اهم حاجة شوفوا بس العيش وهو بينتفخ تحفة. اول حاجة همسك اول رغيف واحطه يتشمع على الناحية الاولانية 3-4 ثواني، وهقلبهم برضو على الناحية التانية 3-4 ثواني، وبعدين ارجعهم تاني على الناحية الاولانية لحد ما يستووا كده. المهم يعني ان انا افضل اقلبهم كل شويه حتى لو ما انتفخش، علشان خاطر كل ناحيه تاخد نفس السمك بتاع الناحيه التانية وما يطلعش ناحيه كده اسمك من التانية. انا حطيتهم اهو يتشمعوا على كل ناحيه 3-4 ثواني، وبعدين قعدت اقلب فيهم كده كل شويه، شايفين؟ لحد ما يبداوا يستووا. كل رغيف مش هياخد اكتر من نص دقيقه، دقيقه الا ربع بالكتير قوي. الكميه دي كلها مش هتاخد منكم تسويه نص ساعه بالظبط. وتعالوا اقول لكم بقى على معلومه مهمه جدا. شايفين انا بمسك طرف في الفوطه ازاي واقلبها على ايدي من غير بقى ما احاول اضغط على العيش عشان ما اخرجش الهواء اللي فيه، ولا مثلا ضفر يخش في العيش ويشقه ولا اي حاجه. وبكده اضمن ان العيش لما احطه على الجريل كده واشمعه على الناحيتين ان هو ينتفخ معايا بمنتهى السهوله. طب افرضوا ان انا طبقته غصب عني او اي حاجه، مفيش مشكله، مش هينتفخ بس هيستوي ويبقى زي الفل برضه. هنا بقى حاولت يعني انا احط على الجريل 3-4 مع بعض علشان خاطر يستووا بسرعه، وبرضه نفعوا وزي الفل. المهم ان انتوا تتشجعوا وتعملوا العيش في البيت مره على مره على مره، هيبقى زي الفل معاكم، هتجودوا كمان. انا بعمل العيش من 10 سنين وكل مره بيطلع احلى من المره اللي قبلها. المهم ان انتوا تتشجعوا وتبداوا تعملوا عيش، حتى لو باظ منكم اول ولا تاني ولا 10 مره، لا برضو افضلوا اعملوا العيش واعملوا كل انواعه. وكمان نظافته وريحته في البيت حاجه كده تفتح النفس. وبعدين بقى احنا بنجود، يعني بنحط قشطه، بنحط حليب، بنحط الحاجات اللي هم ما بيحطوهاش بس بتدي قيمه غذائيه عاليه جدا. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وكلنا نفكر بعض عشان ناخد اكبر حسنات ممكنه. وتقولوا لي عايزين انواع عيش ايه تاني وانا من عينيا، والف هنا وشفا.